وجي دلوقتي وقت الفيديو بتاع الاختيارات يا شباب. يلا بينا نحل اهم 100 اختيار في منهج الهندسه كلها. يلا بينا. اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي نقطه تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبه كام من جهه الراس؟ من جهه الراس انا عارف ان هي بنسبه 2:1. ما لقيتش في الاختيارات 2:1، خد 2:4، لان 2:4 هياها 2 4:2 هياها 2:1. يلا السؤال اللي بعد كده، قياس الزاويه الخارجه عن المثلث بتساوي الاضلاع 120 درجه. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة كام؟ 2:1 من جهة الرأس. طب من جهة القاعدة يبقى 1:2. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي في المثلث القائم الزاوية قائم في ب أ ج ب20. أ ج ده وتر، يبقى المتوسط الخارج من ب ياخد 10، لأن المتوسط الخارج من رأس الزاوية القائمة بياخد نص طول الوتر، بياخد نص طول الايه؟ الوتر. يلا مجموع الزوايا الداخله للمثلث 180 درجه. حلو. نقطه تقاطع متوسطات المثلث من جهه القاعده، قلنا من جهه القاعده 1:2. أ ب ج د تقاطع قطراء في م، طول قطره 8، يبقى أ م بكام؟ ب4، لأن القطران ينصف كل منهما الآخر. طول الضلع المقابل للزاوية 30 نص طول الوتر. حلو. طب لو بدأ بالوتر قال لي طول الوتر نقط الضلع المقابل للزاوية 30، أقول ضعف. يلا السؤال اللي بعد كده، الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة 360 درجة. أقل عدد من الزوايا الحادة في أي مثلث لازم يبقوا فيه زاويتين حادتين. المنفرجة تكملها حادة. طب مثلث قائم الزاوية أ ب، بص كده، مثلث قائم الزاوية أهو في ب. حلو قوي. بيقول لك لقيت الألف ب ده نص الألف ج، يبقى أكيد الزاوية دي بكام؟ ب30، عشان ده ضلع مقابل للزاوية 30. راح مشغل دماغه وسألك على ألف، يبقى ألف ب60، لأن المثلث كله ب180، يبقى ألف ب60. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة 4 إلى كام من جهة الرأس؟ 4:2. مربع طول ضلع عدد صحيح، يبقى محيطه كام؟ 44، لأن محيط المربع طول الضلع في 4، فالعدد اللي لازم يطلع لازم يقبل اسم عن 4. الحدة تكملها منفرجة. طب الحدة تتممها حدة. مثلث أ ب ج قائم في ب، أ ج ب20، أ ج ده متوسط، أ ج ده وتر، يبقى ب د ب10 عشان ده ضلع متوسط خارج من رأس القائمة. أ ب100، يبقى أ المنعكسة 260، هطرح من 360. متممة، لما يقول لي متممة دي اخد الرقم اللي عندي اطرحه من 90 ناقص 50 يدينا 40. يلا 40 اهي. السؤال اللي بعد كده، عدد متوسطات المثلث القائم، ما تفكرش، عدد متوسطات اي مثلث 3. في المثلث القائم الزاوية، ده تعريف نظرية فيثاغورس، مجموع مربعي ضلعي القائمة يساوي مربع الوتر. عدد متوسطات المثلث القائم 3. يا مستر ده متساوي الساقين، وايه يعني؟ طالما قائم يبقى، طالما متوسطات يبقى 3. اللي بعديها أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، يبقى كل زاوية فيه ب60. هو بقى بيسألني على الزاوية دي خارجة بتساوي 120، يبقى الخارجة بتساوي 120. أ ج ب20، طول المتوسط الخارج من ب 10، لأن على طول نص طول الوتر. حلو قوي. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ زاوية ج ضعف زاوية ب. طالما ج ضعف أ، ج دي ضعف أ، يبقى ج ب60 وأ ب30. حلو. يبقى ده اسمه ضلع مقابل للزاوية 30، يعني نص الوتر، يعني الوتر ب12، يبقى الألف ج بيساوي 12 اهي. يلا اللي بعدها عايز س زائد ص، دي ب280. تحل بكذا طريقة. أسهل طريقة لو أنا مديت دي شوية كده بقت دي خارجة، الخارجة هنا بتساوي 80، وأنا عارف إن مجموع الزوايا الخارجة لأي شكل بتساوي 360، دي خدت 80، يبقى دي زائد دي فاضل لهم 280. في طريقة تانية، أنا معايا دي 100، يتفضل معايا 80 للمثلث، مثلا دي 40 ودي 40، أنا ما بقولش إن هم قد بعض، أنا بقول مثلا يعني، يبقى اتفضل هنا 140 وهي 140، يبقى 280. الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي ايه؟ نص الوتر يا مستر، اهو نص الوتر. يلا عدد متوسطات المثلث القائم 3. طول المتوسط الخارج من رأس الزاوية القائمة نص طول الوتر. طب بص بقى، بيقول لي من جهة الرأس
بتقسم ب5 إلى كام؟ أنا عارف إن من جهة الرأس لازم الرقم اللي هنا ده يكون قد اللي هنا مرتين. دي 5 يبقى دي 2.5. ألف د المتوسط في المثلث ألف ب ج م نقطة تقاطع متوسطات المثلث. ارسم أدي مثلث ألف ب ج. ألف د المتوسط أهو، م نقطة التقاطع. بيقول لي ألف د إيه علاقتها بألف م؟ عارف لو بدأ بألف م يبقى تلتين، لو بدأ بألف د الكبيرة يبقى 3 على 2. يلا ألف ج ب 12، ألف ب 60 يبقى ألف ب 6 طبعا لأنه ضلع مقابل للزاوية 30. مثلث قائم في ب أهو، مثلث قائم في ب ماشي. أدي ألف ودي ب ودي ج. المتوسط المرسوم من ب هو أعطيني ألف ج ده ب 12 يبقى المتوسط ب 6 لأن ضلع مقابل للزاوية أو متوسط خارج من رأس الزاوية القائمة. في كام مستطيل في الشكل؟ 9. فين التسعة؟ بص يا سيدي، الكبير ده 1 أهو، والأربعة الصغيرين يبقى دي كده 5، وده كده أهو 1 وأخوه اللي جنبه ده يبقى دي كده 2، يعني 7. ومعايا ده كده على بعض 1 أهو، واللي تحت ده 1 يبقى 9. الزاويتان المتتمتان يا أستاذ مجموعهم كام؟ 90. طب المتكاملتين 180. طب زاوية السداسي المنتظم 120 لأن السداسي مجموع زواياه 720 وهم 6 زوايا يبقى كل واحدة تاخد 120. يلا مثلث ألف ب ج قائم في ب. ألف ب بيساوي ألف ج يبقى الزاوية بكام؟ ما طالما قائم يعني خد 90 فاضل معايا 90 يبقى كل زاوية 45. المثلث اللي فيه 55 و70 روح هات الزاوية الثالثة هتطلع بخمسة وهتطلع ب55. كده في زاويتين قد بعض يبقى متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين في ضلعين 8 و4 يبقى الضلع الثالث 8 من غير ما افكر. خلي بالك من السؤال ده عشان بيجي كتير. هيديك مثلث متساوي الساقين في ضلعين قد بعض، تعرف تجيب الضلع الثالث؟ دايما خد الكبير. حلو. ج تنتمي لمحور تماثل أ ب. طالما ج على محور التماثل يبقى بص ج اهو، ادي محور التماثل بتاع أ ب، وادي ج يبقى أ ج قد ب ج، يعني أ ج قد ب ج اللي هي دي. الزاوية الخارجة عن متساوي الأضلاع 120 يا مستر. مثلث متساوي الساقين زاوية الرأس 80 فاضل معايا 100 يبقى كل واحدة من زاوية القاعدة تاخد 50. ضلعين مثلث فيه ضلعين 4 و9 ليه محور تماثل 1 يعني متساوي الساقين يبقى الضلع الكبير خد الكبير دايما 9. طب مثلث متساوي الساقين 8 و4 يبقى الضلع الثالث 8. طب مثلث متساوي الساقين احدى زواياه 60 طالما زاويته 60 وهو متساوي الساقين يبقى يتحول لمتساوي الاضلاع. متساوي الاضلاع ليه 3 محاور تماثل. طيب بيقول لك 2 س وس زائد 3 و5 تصلح ان تكون اضلاع مثلث متساوي الساقين. الاجابه الصح الوحيده اللي تنفع هي 3. ليه بقى؟ 2 في 3 ب6 و3 و3 6 يبقى 6 و6 مثلث متساوي الساقين. عدد محاور متساوي الاضلاع 3. عدد محاور متساوي الساقين 1. طب متساوي الاضلاع متساوي الساقين نقط متساوي الاضلاع تلت لان ده 1 وده 3. أ ب بتساوي أ ج زاوية أ ب 80 فاضل معايا 100 يبقى كل زاوية تاخد 50. طالما ج تقع على محور التماثل يبقى أ ج قد ب ج لما تطرحهم من بعض يدينا 0. أ تقع على محور التماثل يبقى أ س بتساوي أ ص. زاوية القاعدة في المثلث متساوي الساقين حادة ما ينفعش تبقى قائمة ولا منفرجة. المثلث اللي فيه زاويتين كذا وكذا هات الزاوية الثالثة هتطلع ب 69 فكده في زاويتين قد بعض يبقى المثلث ده متساوي الساقين وطالما متساوي الساقين يبقى ليه محور 1. طيب مثلث متساوي الساقين في ضلعين 8 و4 عايز محيطه هتروح تجيب الضلع الثالث هيطلع 8 عشان احنا قلنا متساوي الساقين باخد الثالث الكبير وطالما 8 يبقى 8 و8 و4 يعني 20. مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية ما طالما متساوي الساقين وقائم الزاوية يبقى القاعدة ب 45. زاوية س ب 100 يبقى ص بكام؟ ب 40 طبعا لأنه متساوي الساقين. يلا اللي بعد كده س تقع على محور التماثل يبقى س أ بتساوي س ب. 8 مثلث قياس زاويتين 48 و84 عدد المحاور. حبيبي عشان اجيب عدد المحاور لازم اعرف نوع المثلث هروح اجيب الزاويه الثالثه هتطلع ب 48 فكده المثلث ده متساوي الساقين يبقى ليه محور 1. المثلث اللي ليه 3 محاور متساوي الاضلاع
عدد محاور نص الدايره 1. عدد محاور نص الدايره 1. زاويه أ ب70 وزاويه ب ب40. حلو. أ ب70 وب ب40، هات ج تطلع ج ب60. بص بيقول لي ب ج ايه الحرف اللي ناقص أ؟ بيقول لي أ ج ايه الحرف اللي ناقص ب؟ شوف مين الكبيره، أ ولا ب؟ أ. يبقى العلامه تبص كده، يبقى تاخد دي. يلا السؤال اللي بعديه. أ ده المتوسط طوله 3، فإن ب ج بكام؟ سهل قوي، المتوسط نص الوتر، المتوسط ب3 يبقى الوتر ب6. المثلث اللي فيه زاويتين 42 و69 اتكررت قبل كده، متساوي الساقين. زاوية الرأس 50، فإن كل من زاوية القاعدة 50. فاضل معايا كام من المثلث؟ 130. كل واحدة هتاخد 65. مثلث متساوي الأضلاع، يبقى زاوية ب بكام؟ ب60، لأن متساوي الأضلاع كل زاوية ب60. يلا اللي بعديها. مثلث فيه قياس زاويتين 42 69. 42 69 هجيب الزاويه الثالثه هتطلع ب 69، يبقى مثلث متساوي الساقين اهو. عدد محاور متساوي الساقين اللي فيه زاويه 60 ب3، لان طالما فيه زاويه 60 يبقى متساوي الاضلاع. المثلث ده يكون متساوي الساقين امتى؟ سهله قوي، لما س تبقى ب4. ليه؟ عشان يبقى 4 و3 7 عشان تساوي الضلع الكبير. المثلث اللي ليه 3 محاور التماثل متساوي الاضلاع. مثلث متساوي الساقين في زاويه س ب100، يبقى ص بكام؟ ب40 طبعا عشان نتفضل 80. 3 و5 عايز الضلع الثالث. بص لما يجيب لك كده هتمسك دول تجمعهم مره وتطرحهم مره، اطرحهم 2 واجمعهم 8، يبقى من 2 ل 8 ولازم يبقوا مفتوحين. بص بقى السؤال ده بيقول لي ايه؟ ه واو ايه الحرف اللي فاضل؟ د. ده ه ايه اللي فاضل؟ واو. لازم تعرف د بكام واو بكام. ماشي؟ دي د ودي واو، مثلث د ه واو. حلو. هو قال لي واو ب50 اهي، واعطيني ه ب75. نعرف نجيب د؟ تطلع د ب55. حلو قوي. دي 55 ودي 50، الدال اكبر يبقى اختار العلامه دي. طول ضلعين في مثلث 5 و5، يبقى الضلع الثالث 9. عارف ليه؟ اجمع دول 10، لازم مجموع اي ضلعين يطلعوا اكبر من الضلع الثالث، يبقى ده ب9. أ ب أكبر من ب ج. أ ب إيه اللي فاضل؟ ج. ب ج إيه اللي فاضل؟ أ. يبقى ج أكبر من أ. مجموع طول أي ضلعين في مثلث أكبر من الضلع الثالث. مين الأعداد اللي تصلح إن تكون أضلاع مثلث؟ دول. اشمعنى؟ لازم لما يكون أجمع أي ضلعين يطلعوا أكبر من الضلع الثالث. طيب هنا ضلعين 3 و5، اطرحهم 2 اجمعهم 8، يبقى من 2 ل 8 اللي هي دي. مثلث متساوي الساقين، زاوية القاعدة 70، يبقى القاعدة الثانية 70، يبقى الرأس 40. أ ب ج أ ب ب6 وأ ج ب7، اطرح مرة 1 اجمع مرة 13، يبقى من 1 ل 13 هي دي. مثلث متساوي الساقين 8 و4، يبقى الضلع الثالث 8. دول اجمع واطرح يبقى 3 و15. أ ب إيه اللي فاضل؟ ج. أ ج إيه اللي فاضل؟ ب. العلامة بتبص ناحية ب، يبقى تبص كده. 3 و6 يبقى 3 و9، خلاص بقى مفتوحين. أ ج يبقى ب، أ ب يبقى ج. ب بكام؟ ب70. ج بكام؟ ب50، يبقى ده الكبير. ب ج ايه اللي فاضل؟ أ. أ ج ايه اللي فاضل؟ ب. العلامة بتبص ناحية أ، يبقى تبص كده. 4 و9 وكام تصلح أن تكون أضلاع مثلث؟ لازم تختار 6 عشان يبقى لما أجمع الاثنين الصغيرين يطلعوا أكبر من الضلع الثالث. مثلث قائم في صاد. صاد ده يعني الوتر س ع، والوتر بيبقى أكبر حاجة في المثلث القائم. زاوية ج ب100، يبقى أكبر ضلع أ ب عشان أكبر زاوية 100. الأضلاع اللي تكون أضلاع مثلث طبعا دول، عشان مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. آخر صفحة. طبعا دي أصغر من 0، لأن أنا عارف إن أ زائد ب ج، أ ب زائد ب ج أكبر من أ ج، فهو راح مدخل دي بعكس الإشارة، يبقى أكبر من 0. متساوي الساقين 2 و5، يبقى 5. مجموع طول أي ضلع في مثلث أصغر من الضلعين التانيين. صاد عين إيه اللي فاضل؟ س. س صاد إيه اللي فاضل؟ عين. هو عاطيني عين ب70 ودي ب60، يبقى س ب50، يبقى العلامة تبص كده أهي. أضلاع تكون أضلاع مثلث 3 3 5. أضلاع لا تصلح تكون 3 أضلاع مثلث. مجموع طول أي ضلعين في مثلث أكبر من الضلع الثالث. أكبر من الضلع الثالث.
زاوية ب 130 يبقى أكبر الأضلاع طولا أ ج. أ ب50 وب ب60 يبقى زاوية ج دي أكبر زاوية ب70، يبقى أكبر ضلع أ ب. ضلعين في مثلث 1 و5 اطرحهم 4 اجمعهم 6 مفتوحين. 3 و6 اجمعهم مرة واطرحهم مرة. 6 ناقص 3 3 و6 و3 9 مفتوحين. وبكده يا شباب نكون حلينا 102 اختيار على منهج الهندسة كله بالإضافة ل 56 مسألة. فاحنا كده بفضل من الرحمن ربنا كرمنا وقدرنا نراجع المنهج كله بتاع الهندسة. استنانا في فيديو إن شاء الله في الجبر هيكون أجمد من الفيديو ده. أشوفكم بخير إن شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.